اللي منكم قرأ كتاب فن اللامبالاة فأكيد عارف إن الكتاب ده بيتكلم أكتر عن إزاي نبص لفكرة اللامبالاة بشكل مختلف عن الطريقة اللي شرحها مارك مانسون. لكن في الفيديو ده هنتكلم عن اللامبالاة من بعد نفسي شوية، نعرف هو بيحصل إزاي وبيحصل ليه، وهل ممكن نتعامل معاه بشكل بسيط من غير أي تعقيدات، أو ممكن تكون حاجات إحنا مش متعودين عليها زي اللي موجودة في الكتاب ولا لأ. ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وصباح الجمال على كل المشاهدين في كل مكان. لو دي أول مرة بتشوفوني فأنا أسماء رحيم، طالبة دراسات عليا إرشاد نفسي وعاشقة لكل ما له علاقة بالنفس البشرية. يلا بينا. اللامبالاة كان شعور بتحس بيه سمر من طفولتها تقريبا، فلما حكت عن حياتها كانت بتقول ان طفولتها كانت صعبة بشكل كبير جدا وعبء نفسي كبير جدا أثر على باقي حياتها بعدين. فالشعور اللي كانت بتحس بيه سمر هو فقدان المعنى أو فقدان الشعور بالقيمة، فقدان الشعور بأي شيء أصلا. ما كانتش بتحس بالحاجة الحلوة أو الحاجة الوحشة، لكن الحلو بيفرحها ولا كان الوحش بيزعلها. كل ده راجع لأسلوب القمع أو الكبت اللي أهلها كانوا بيتعاملوا بيه معاها. رفض كتير جدا، كل حاجة لأ لأ لأ، محدش بيسمعها، محدش بيهتم برأيها بشعورها هي عايزة تقول ايه ولا أي حاجة، لحد ما وصل بيها الحال إنها ما بقتش تحس إن رأيها له قيمة، مش هضيف حاجة، أنا أصلا مش مسموعة، مش مهمة بالنسبة للناس اللي حواليا. ففضلت كده فترة كبيرة جدا في حياتها لحد ما كبرت وبقت خلاص مقتنعة بالأفكار دي ومش عندها أي قابلية لأنها تتعامل معاها أو تحسنها أو تعمل أي حاجة، لأنها خلاص صدقت إن هي ملهاش أي قيمة. وقالت خلاص لما هتجوز إن شاء الله الزوج اللي أنا هكون معاه ده هيعوضني عن كل حاجة فاتت، هيسمعني، هيهتم بيا، هيديني القيمة اللي أنا بدور عليها. ولكن للأسف لما اتجوزت لقت العكس تماما، لقت الزوج اللي هي اختارته ده صورة طبق الأصل من أهلها ومعاملة أهلها ليها في البيت، وكان للأسف الشديد أضعاف، لا بيسمعها ولا بياخد رأيها ولا حتى بيشاركها في أي حاجة تخصهم هما الاتنين أو حتى تخصه هو كشخص. كان بيعتبرها زي ما بيقولوا مش موجودة. كل الحاجات دي أدت بيها في الآخر لأنها فعلا فقدت الإحساس بالاشياء، وبقت لا بتقدم ولا بتاخر، لا بتقول رايها ولا حتى حاسه انه وجودها له فايده اصلا. ده ممكن يوصل للاكتئاب، ممكن يوصل للانتحار في بعض الاحيان، ان هي الانسان مش بيبقى حاسس انه متشاف. وده اللي ممكن يحس بيه اي حد فينا لما بيتعرض لضغوط كتيره جدا في الحياه، وممكن تكون اسوأ من الظروف وأسوأ من الأشخاص اللي حواليه، وعدم الاهتمام بمشاعري واحتياجاتي النفسية والاجتماعية وكل الحاجات دي، فبيؤدي في الآخر لأن الإنسان يحس بأنه فاقد الإحساس. فاللامبالاة بتعتبر ميكانيزم دفاعي أو حيلة دفاعية نفسية لا واعية الإنسان بيمر بيها لما يقرر إنه مش عايز يتألم أكتر. يعني لما بيوصل لمرحلة قصوى من الألم النفسي، الألم النفسي بيوجعه، فخلاص مش عايز أحس بالألم ده تاني، فبيبدأ يهرب من المشاعر دي، يهرب منها، يتجاهلها، ما يتكلمش فيها، بيحاول يحس إن هي مش موجودة لحد ما يتطور بيه الحال إلى إنه ما يحسش بأي حاجة خالص. يعني كأنه أخد مخدر للمشاعر دي ففقد الإحساس بالأشياء. مش بس ممكن يأثر على الجانب ده في حياته، لو في مشكلة مثلا عاطفية، لو في مشكلة أسرية، لو في مشكلة أيا كان هي في أنهي جانب من جوانب الحياة، ولكن ليها تأثير على باقي الجوانب الأخرى لما الإنسان بيفقد الاهتمام بأنه يعبر عن مشاعره، أو حتى لما ما يلاقيش حد يسمعه ويهتم بمشاعره. هنا بقى هنتكلم عن الأعراض. ازاي أعرف اللي أنا فيه دلوقتي ده فعلا لامبالاة وفعلا أنا فقدت الإحساس بكل شيء؟ امتى أعرف أو أصنف شعوري بالطريقة دي؟ أول حاجة فيهم إن أنا أحس عدم الانتماء، إن أنا مش منتمي للمكان اللي أنا فيه، مش منتمي للناس اللي أنا حواليهم، سواء كان في الشغل أو في البيت أو حتى ما بين الأصدقاء أو غيره. أنا خلاص فقدت الانتماء، أو أحس بالغربة ممكن في وسط الناس دي، أحس إن أنا مش منهم، ماليش قيمة، ماليش وجود، مش متشافة، محدش فاهمني ولا حتى مهتم إنه يفهمني، فبالتالي بفقد الإحساس بالانتماء. تاني علامة من علامات ان انا عندي لامبالاة هي اني اشوف الغلط قدامي وما بيفرقش معايا اصححه ولا حتى اعالجه قبل ما يتفشى. يعني مشكلة كبيرة جدا ممكن دلوقتي تلاقي طفل مثلا بيمسك الكهرباء، انا مش فارق معايا اصلا يمسك الكهرباء ما يمسكهاش، انا ماليش دعوة، فبالتالي فقدان الاحساس انك انت عايز تصلح حاجة اصلا مش موجود، فبالتالي بقى عندك لامبالاة. ثالث علامة هي انك متكل على الناس اللي حواليك، يعني انا مش هعمل اي حاجة، هم يعملوا ما يعملوش مش فارقين، انا هتحمل المسؤولية واعمل حاجة. رابع علامة ما عندهمش اي رغبة او ما عندكش اي رغبة في انك تخطط لاي شيء في حياتك، لانك انت اصلا مش مهتم
اللي جاي فيه ايه، لان لو انا مهتمه باللي جاي وبحاول اصلح وبحاول احسن فانا هنا مش عندي لا مبالاه. لكن لو مش مهتم ومش فارق معايا بكره فيه ايه ولا حتى النهارده هيأثر على بكره ازاي، فاذا الشخص في الوقت ده بيبقى فاقد الاحساس فعلا بقيمه انه بيضيع وقت، وبالتالي مش هيبقى مهتم يخطط ولا يهتم ايه اللي موجود بكره. برضو من العلامات ان الانسان يكون عنده ارق شديد جدا، ممكن يكون عنده نسيان، صعوبة التركيز، مش حاسس بالحب، مش عايز يتواصل مع حد تماما، برضو من ضمن الحاجات اللي معناها انك عندك لا مبالاة. طيب السؤال اللي ممكن يطرح نفسه دلوقتي، ايه اللي وصلني للمرحلة دي؟ يعني هل فعلا الموقف شديد قوي للدرجة دي أثر على ده؟ هقولك لأنه ساعات ممكن يكون الأسباب عضوية وممكن تكون الأسباب نفسية، والأكتر بتكون نفسية وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. عضوية زي ممكن الإنسان يكون بيتناول أدوية معينة بتؤدي إلى هذا الشعور وبتلعب في كيمياء المخ وحاجات زي كده، أنا ماليش دعوة بالكلام ده لأني مش متخصصة، لكن هتكلم عن النفسي أكتر. النفسي بيكون ناتج عن موقف مؤلم بشدة، ممكن يكون فقدان شخص عزيز عليك جدا، ممكن يكون مات قدامك فأنت تأثر بيه بشكل كبير، عمل لك صدمة، عمل لك شعور بانك انت خلاص ألم شديد جدا جدا جدا. يعني ممكن يكون خذلان حصل بشكل كبير جدا من حد انت بتحبه قوي فخذلك، صدمك في الحياة. الصدمات دي كلها بتؤدي الى الشعور بعدم الشعور، او ممكن يكون الاكتئاب، بداية الاكتئاب. يعني اللامبالاة برضو احدى علامات ان في اكتئاب. ممكن تكون في اعراض تانية مش شرط تكون موجودة، ممكن، بس الفكرة انه بتنتج عن صدمة كبيرة جدا حصلت في حياة الشخص. في بعض الناس بتقول ان عكس الحب مش كره، عكس الحب لا مبالاة. يعني معناها لو الانسان ده وصل لمرحلة اللامبالاة ده تعدى مرحلة الكره بشكل كبير جدا، فاذا مفيش امل فيه وخلاص كده انت فقدته للابد. هل ده صحيح ولا لا؟ هو ممكن يكون في بعض الاحيان ده صحيح ولكن مش 100%. يعني في امل ان الانسان لو اشتغل على الموضوع ده يحل ويعالج موضوع اللامبالاة ويرجع تاني احسن من الاول. فعشان كده حل اللامبالاة بيعتمد على الشخص نفسه. ليه بقى؟ لان في علم النفس بيقولوا ان هي، انا هقرا لكم بالظبط المكتوب في علم النفس، بيقول ان هي حاله نفسيه سلوكيه بيتصرف فيها الانسان بلا اهتمام لشؤون حياته لو كان بيظن ان هي غير صالحه لانها ترجع تاني زي الاول، ان هو خلاص فقد الامل انها ترجع زي الاول تاني، مع عدم توافر الاراده على فعل شيء معين او عدم القدرة على الاهتمام بشأن النتائج. يعني انا مش مهتمة اذا كان هيرجع ولا مش هيرجع. فبالتالي الكلام ده معناه انه الانسان لو كان فاقد القدرة وفاقد الرغبة في انه يحاول يرجعها زي الاول، فبالتالي مش هترجع زي الاول. لكن لو قرر ان هو يحاول يعالج الموضوع جواه بشكل او باخر، يقدر ان هو يعالجه. طب يعمل ايه عشان يعالجه؟ هقول لكم دلوقتي.